ازاي الاناليسز والانسايتس هتساعدك تحسن من وضع البيزنس بتاعك. اول حاجه وهي بيرفورمانس ميجرمنت تول، اللي هتساعدك تعرف الايفورت بتاعك اللي بيحصل على السوشيال ميديا بيترجم قد ايه في ويب سايت ترافيك، كونفرجنز بتحصل عن طريق البيزنس بتاعك، الكليك ثرو ريت اللي بيتم على الشانلز بتاعتك. تاني حاجه وهي الار اي كالكوليشن، اللي هيساعدك تعرف هل الانفستمنت بتاعك ده فعلا بيعمل ريتيرن على البيزنس ولا لا، وهل المنصات اللي انت بتستخدمها في الوقت الحالي هي المنصات الاحسن للانكم اللي بيجي لك من البيزنس بتاعك ولا لا. ثالث حاجه هي الاودينس انسايت، التول اللي هتقدر تساعدك تفهم اكتر عن الجمهور اللي بيتابعك على السوشيال ميديا، بيهتم ايه وبيحب ايه، البيهيفيرز بتاعته على السوشيال ميديا عامله ازاي بالاماكن بتاعته اللي متواجد فيها. كل ده هيودينا الرابع نقطه وهي البادجت الوكيشن، هل البادجت بتاعتي اللي انا حاططها النهارده في البلاتفورم دي هو المكان الاحسن ليها، وهل القرار اللي انا واخده من البادجت بتاعتي هل ده القرار المناسب ولا لا. عن طريق كل الانسايتس دي هقدر اخد القرار الانسب للبادجت بتاعتي عشان اقدر اصرفها بالشكل المظبوط. النقطه الخامسه من اهم الحاجات اللي لازم تعملها في الاناليسيس بتاعتك وهي انك تفهم الكومبيتيتورز بتوعك بيعملوا ايه. لازم تعمل كومبيتيتيف اناليسيس من وقت للتاني عشان تقدر تعرف المنافسين بيقدموا نفس الحاجات اللي انت بتقدمها ولا احسن، فده هيديك فرصه انك تحسن من الاداء بتاعك. ولو حابب تعرف اكتر عن البيزنس اناليسيس والانسايتس تواصل معانا.